الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا، أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا. لا أخشى أصناف البلا، لا أخشى أصناف البلا، إن الوفاء أغلى لي، إن الوفاء أغلى لي. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل في قرآن يتلى إلى يوم الدين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، القائل في حديثه الشريف: واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم عبر شاشة الشارقة الفضائية على الهواء مباشرة، وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضراتكم، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير. مرحبا، بارك الله فيك. فضيلة الدكتور، يعني بعد إذنك ارتأينا أن يكون موضوع هذه الحلقة في ظل ما تحيا فيه الأمة العربية والإسلامية الآن من كوارث ومصائب وأهوال وشدة، أن يكون الفرج بعد الشدة. فما رأيك في اختيار هذا الموضوع؟ جميل. ما أحلى الفرج بعد الشدة؟ طب باعتقادك فضيلة الشيخ، ما الموضوعات المدرجة والمحاور التي من الممكن أن نتناولها في هذا السياق؟ المحور الأساسي، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المحور الأساسي أنه لا بد أن يكون الفرج بعد الشدة. يعني لابد. نعم. يعني هذا قول فصل يعني. لا نقاش في هذا. يعني نعم. يعني اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، هكذا قال دعاة التفاؤل. نعم. ما من شدة إلا وتنتهي إلى خير، مهما ادلهمت الخطوب، ثم إذا اشتد الكرب هان. هذه محاور يجب أن يضعها المؤمن من ضمن قضية ما يعتقده. نعم. لأن انتظار الفرج كما قلنا من قبل نوع من العبادة. من يكره عبادات الرحمن في انتظار الفرج؟ لا. من لا يحب؟ أنا أحب أن أنتظر الفرج. نعم. إن جاء فالفضل لله والمنة له، وإن لم يأتي فهذا ابتلاء وامتحان وتمحيص من باب تكفير السيئات، رفع الدرجات، ثم يأخذ الإنسان من ميراث النبوة. أي فضل بعد هذا؟ نعم. ثم يأتي الفرج أيضا. نعم. إن لم يأتي في الدنيا فالفرج بأبواب مفتحة في الجنة. طيب. للمؤمنين. نعم. إذا مشاهدينا الكرام، فوق ما تفضل به فضيلة الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، هل الابتلاء أمر ثابت في هذه الحياة؟ وهل انتظار الفرج بعد الشدة أمر من أمور السلبية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل في صياط هذه الحلقة. ابقوا معنا. ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. وبداية يطيب لي أن نتوقف لدى مصطلح الكرب والشدة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، كيف تكون؟ أولا، الإنسان في هذه الدنيا المسلم. نعم. ما الفرق بيني وبين إنسان لا يؤمن ولا يتخذ رب العباد ربا، ولا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا كتاب الله القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتابا؟ هناك فرق. نعم. هو الدنيا عنده فرصة واحدة، ليس هناك فرصة أخرى. فإذا أصابه كرب اهتز كشجرة الأرز القوية، إذا هبت عليها ريح عاصف اقتلعتها وكسرتها. لكن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم كالخامة. الخامة هو العود اللين المرن، فإذا جاءت العواصف انثنت، ثم إذا عبرت العاصف انتصبت مرة أخرى. سبحان الله. فالمؤمن ليس عنده من عقيدته أن الدنيا معبر،
وممر. نعم. هو متخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بحسابات الدنيا، بحسابات الرياضيات كما يقولون. نعم. حسابات الرياضة يقولون إن أي رقم لما تقسمه وتنسبه إلى ما لا نهاية، هذا في علم الرياضة يساوي صفر. هذا في علم الرياضة البحتة. نعم. الرياضة العادية التي يدرسها أبناؤنا في الفن. فإذا قسمت عمر الدنيا مهما يكون يعيش الإنسان فيه 100 عام، 100 عام، عمر نوح أكثر من 1000 عام. نعم. تقسمه بالنسبة للآخرة التي هي ما لا نهاية، كم يساوي؟ صفر. يساوي صفر. إذن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم. ولكن ليس معنى هذا أن أطلق الدنيا فتزوجها غيري. لا، نحن المسلمون بفضل الله، ونحن المسلمين بفضل الله عز وجل يعني أناس نعيش الدنيا بمنطق الآخرة، نحيا في الدنيا بمنطق تعمير هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله، فنعمرها ونحيا الدنيا ونكسب خير الدنيا والآخرة. نعم. لكن الغير يعني الذي لا يدين بدين الحق هو إنسان يستشعر أن الدنيا هي فرصة واحدة، فعندما يأتيه الشدة والابتلاء يهتز، يذهب للطبيب النفسي يعني يبتدي يتعاطى المهدئات، يتعاطى المخدرات، يهرب من واقعه. أما المؤمن عندما يشتد به الكرب حتى وإن كان بعيدا عن الطريق يلجأ إلى الله عز وجل. كما قلنا من قبل، كل إنسان يخاف من شيء يفر منه إلا رب العباد عز وجل. كلما خفت منه كلما فررت إليه، أفر إليه في الرخاء وأفر إليه في الشدة وأفر إليه في الكرب. نعم. ويا بؤس من ليس له رب. لكن بفضل الله لنا رب حكيم قادر حي لا يموت، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. فإذا الكرب والشدة هما في حياة المؤمن عبارة عن إذا استخرج عمال المناجم الذهب مشوب ومختلط، هذا في علم الفلزات، بشوائب أخرى، نحاس وقصدير يعني معادن خسيسة. ما شاء الله لك طلعت بالفلزات. يعني هناك معادن نفيسة وهناك معادن خسيسة. نعم. الذهب من المعادن النفيسة، والنحاس والقصدير والألومنيوم والرصاص وهكذا. فماذا يصنع الجواهري بهذا الأمر؟ يأخذه إلى الأتون إلى الفرن فيدخله ينصهر. نعم. ويصب في الناحية الأخرى. سبحان الله. هنا لما يعاد سبكه سبحان الله، الذهب لأن كثافته أكبر يهبط إلى أسفل، وهكذا الدر دائما يكون في الأعماق. نعم. ويطفو على السطح الخبث. الزبد أما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث الأرض. يأخذ الجواهري هذا الخبث فيفرده. ثم هذا الذهب عيار 24 قراط، يعني الذهب خالص يعني نقي. سبحان الله، لم نحصل عليه ذهبا خالصا إلا بعد أن امتحن بالنار. نار الشدائد ونار الكربات ونار الشدة. عندئذ يخرج المؤمن بعد الابتلاء وبعد الامتحان في نص في نص الحديث ذهبا خالص. ذهبا خالص. ومن احترقت بدايته أشرقت نهايته. من احترقت بداياته بالابتلاءات والشدائد والامتحانات أشرقت نهايته، لأن كل الأنبياء احترقوا في البدايات. إذا صبر المؤمن يعني في طبيعته يجب أن يصبر، ومن لم يصبر فليس بالمؤمن. طيب. يعني أنا أريد أن ندلف إلى الموضوع مباشرة، ولكن يستوقفني مصطلح الكرب بمقياس البشر. نعم. ربما مقياسي يختلف عن مقياس فضيلتك، عن مقياس أحد السادة المشاهدين. فمتى يكون الكرب كربا ومصيبة وشدة؟ الكرب نسبي، يعود إلى درجة ما عندي من إيمان. بمعنى إذا كان إيماني قويا يأتي الكرب فأبتسم، هذا إيمان قوي. الصحابية ابتسمت لما قطع إصبعها وهي تقطع اللحم، فتبسمت جارية، تعجبت جاريتها تقول لها تبتسمين وإصبعك يتقطر منه الدم؟ تقول لما رأيت ثمرة حلاوة الصبر نسيت مرارة الألم. إذا ما الرصيد الداخلي؟ هذا كرب، هذا نوع من الكرب. نعم. هذا نوع من الكرب. مرة ثانية هذه الحكمة، لما رأيت لمحت ثمرة حلاوة الصبر. أيوة. نسيت مرارة الألم. الله أكبر. الصبر في البدايات يدل على النجاح في النهايات.
يعني نعم. الحسن البصري كان يلقي درسا في المسجد، كبير التابعين. نعم. جاء إليه رجل فهمس في أذنه بكلمتين، وكان الحسن يعني في حبوته هكذا، يعني ركبتيه مع يحتبك. فأكمل درسه. ماذا قال ما سمع أحد. نعم. أنا أعرف السطر الثاني الآن. نعم. همس له في أذن الكريم فأكمل درسه، وما تمعر ولا تغير لون وجهه كما هو، مبتسم أمام الناس، عالم فاضل ثابت ربط الجأش. بعد أن انتهى الدرس قال: أيها الإخوة المسلمون، على مصافكم نبني رزق الموت الآن، قبضت روحه وهم يغسلونه الآن، فانتظروا حتى نصلي عليه. الله أكبر. إذن هذا كرب شديد من بداية جرح الأصبع إلى وفاة الابن وهو فلذة الكبد. فماذا إذن رصيد الإيمان الداخلي الذي في قلب الحسن في هذه اللحظة يدل على أن الكرب شديد، نعم، ولكن الإيمان أشد. ثم أستاذ محمد نقول دائما: المالك يتصرف فيما يملك. هذا فهم المؤمن لقضية الكرب. المالك يتصرف فيما يملك. نعم. لأن الإنسان عندما يعلم أن الذي ابتلاه هو العليم الخبير، سبحان الله. يعني دائما نقول لصاحب الكرب مثلا: مات ابنه، ضاع ماله، فصل من وظيفته، أنواع من الكروب، طلقت المرأة، مرض مرضا عضال إلى آخره. نقول له سؤالا واحدا: الذي يحدث لك الآن بعين الله أم بعيدا عن عين الله؟ يقول: لا، بعين الله. الله يرى ويسمع سبحانه وتعالى. طالما أنه بعين الله فاصبر واحتسب. لماذا؟ لأن الذي ابتلاك هو الذي يعلم أنه لن يصلحك إلا هذا الابتلاء، والذي أدخل عليك الكرب هذا رزق من الله عز وجل. هذا الرزق، ولكن قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. هكذا يقول علماؤنا. يعني أحيانا يعني يرى الإنسان أن في الولد خير، هذه نعمة قد يكون فيها هلاك. قد يرى الإنسان نعمة المال نعمة، ولكن سبحان الله قد يكون المال فيها هلاك الإنسان في ماله، أن يغتر به، أن يغتر. قد يكون المنصب في ظاهره نعمة، كم يحبو أناس وتنحني هاماتهم من أجل أن يحصل على منصب معين، ويكون فيها هلاكه، سبحان الله. فالقضية أنني أريد أن أقول أن الكرب من وجهة نظر الدين والشرع تعود قيمته ومساحته على قدر ما في قلبي أنا من يقين وإيمان. تماما كما أضرب المثل أن طفلا له عنده مناعة قوية ثم أخذ الأمصال واللقاحات في وقتها، فلما جاء الفيروس والميكروب في الجو والوباء لم يحدث له أمر لأنه عنده مناعة قوية. نعم. الولد الذي لم يأخذ لا تطعيمات ولا عنده مناعة طبيعية، ولد ضعيف المناعة وهو طفل متصل كان في حضانة ثم خرج يمرض ويعود وهكذا، عندما أي فيروس بسيط في الجو يعني طريح الفراش، يصير طريح الفراش. لماذا؟ لأن ليس عنده مناعة إيمانية. الشيطان كيده ضعيف، فيأتي عند ضعيف الإيمان يكبر له الكرب. والإيمان عندما يقوى، أستاذ محمد نفرض جدلا أضرب مثال كي يتابعنا إخواننا المشاهدين، لأن الكرب والشدة هذه حالة ملازمة لكثير منا، أو إن لم نكن كلنا. نعم. لو أن عندي بيت غلقت فيه نوافذه وفتحت وتركته سنوات، تعشش فيه الخفافيش، البوم، الحيات، العقارب، كل هذه الهوام، فلأنها يعني طيور وكائنات لا تعيش إلا في الظلام. فإذا جئت إلى البيت فتحت النوافذ والشبابيك ودخلت أشعة الشمس ودخلت الريح، هربت تلك الخفافيش وتلك الحيات وهذه الهوام والعقارب والبوم. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تواجه النور. قلب المؤمن إذا ابتعد عن التوحيد وقلت فيه حصيلة الإيمان وقلت عشش فيه الشيطان، لأنه لا يعيش إلا في الظلام. فإذا فتحت نوافذ القلب للتوحيد وللعبادة ولصدق الإيمان، هربت هذه وعشش أو دخل النور إلى هذا القلب. فإذا دخل نور الله إلى قلب العبد انشرح وانفسح، فتصير الكروبات هذه كوخزة إبرة بسيطة. سبحان الله. لأنه إيه؟ لأن إيمانه قوي، إيمانه قوي. وألحقها بمثل آخر كمقدمة طويلة للمسألة. نعم. لو أني أسير مع طفل لي وأعبر الطريق، الطفل عنده 4 سنوات أو 5 سنوات. نعم. وبالليل
انقطع التيار الكهربائي فجأة عن الحي الذي نسير فيه. هجمت الوساوس على الطفل وقال في نفسه، طفل يسرح بالجنون، يقول أن نحن الآن نوشك أن نقع في حفرة أو تتهمنا سيارة أو ندوس في بطن كلب نائم فيعقرنا أو هكذا. من شدة الخوف والهلع الذي سيطر على الطفل نسي أن أباه بجواره. فلما أعيد التيار الكهربائي للمنطقة تيقن الولد أن أباه ممسك بيده، فاطمأن قلبه وتوكل واعتمد على أبيه. ولله المثل الأعلى. الإنسان في ظلمة القطيعة مع الله كهذا الطفل الذي سيطرت عليه الوساوس، كهؤلاء الجالسين على الكراسي يقول في الغد يفصلونني، في الغد يشيلونني من الوزارة، في الغد يشيلونني من رئاسة المؤسسة، ففي رعب في خوف من الغد. لكن لو أشرق التوحيد في قلبه وعلم أن هذا رزق من الله عز وجل، وعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وأشرق نور التوحيد في قلبه، فرأى أنه متوكل على من يقول للشيء كن فيكون. هذا منطق الإسلام في مسألة الكرب. فتعود إلى ماذا في قلبي أنا؟ ليست ما هو الكرب، لا، ما هو الإيمان الذي في قلبي الذي أواجه به الكربات. يعني لا نقف عند مصطلح الكرب أو الشدة، بل نقف ماذا في قلوبنا. حتى إذا جاء الكرب يعني كلما كان شديدا كلما كنت أنا قريب إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت أنا أجدد إيماني بهذا الكرب. ومن لم يصبه الكرب فهو شيطان، يجب أن يراجع حساباته. يعني الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي جلف، وجد الرسول يقول ورأساه. قال مما يشكو محمد؟ قال إنه يشكو، قال أحد الجالسين قال إنه يشكو من أم ملدم، فالعرب يسمون الحمى أم ملدم. نعم. فقال وما أم ملدم هذه؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أصابتك، أما زارتك، أما أصابتك أم ملدم؟ قال ما أم ملدم؟ قال صداع في الرأس وحرارة، يعني يشرح له القضية. قال لا، أما صدعت رأسك مرة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصب بهذه الابتلاءات يعني فهو شيطان. يعني الله أكبر. المؤمن لابد أن يكون يا أخي حتى في اللهجة العامية عندنا في كل بلاد العالم هذا تعبير، ولكن هذه الإصابة هذا الابتلاء من درجات النبوة. تمام كده. ولكن المهم من الابتلاء هذا والكرب هذا لا يكون في الدين. إذا كان ليس في الدين فهو كرب هين. ضاع المال هذا كرب هين، ضاعت الصحة هذا كرب هين، ضاع كرسي الوظيفة هذا كرب هين، مات الولد هذا كرب هين. أما إنسان كان يصلي وانقطع عن الصلاة هذا كرب شديد، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إنسان محجبة فخلعت الحجاب مصيبة كبيرة. إنسان كان مواظب على النوافل فانقطع كارثة. هكذا طالما المصيبة ليست في الدين فلا تسمى بمصيبة ولا يسمى بالكرب ولا يسمى بالشدة. أما الشدة أن أبتعد عن الله عز وجل، هذه الشدة لا حل لها إلى العودة. نعم. يعني اسمح لي استطراد جانبي في حديث فضيلتك، قلت يعني تحجبت وخلعت الحجاب. نعم. إذا كان له ظروف كما يقولنا بعض النساء الآن مادية مثلا، أو لا يجدن لقمة العيش أو لا يعيشن كما يرغبن، يعني فما رأي الدين؟ يعني الله عز وجل إذا ضيق الرزق عليها بحكمة وشدت وابتلاها بكرب ضيق الرزق في لحظة معينة، هل تظن أنها بعصيانها لله سوف ترزق؟ الله. يعني إذا كنت مطيعا وضيق عليك الرزق صح، فلو عصيت يعني سبحان الله ماذا يحدث؟ يعني أنا إنسان قليل أدب، صح، يعني عندي سوء أدب مع الله. تصبر، هذا ابتلاء أيضا. لا إله إلا الله. يعني وهذا عدم الصبر على الابتلاء. لا، هذا من عدم وجود جرعة الإيمان وضوء الإيمان في قلب العبد. لأن الرسول قال في الحديث إذا دخل النور إلى نور الإيمان، يعني إذا قلب العبد انشرح وانفسح. نعم. فالقلب يصير يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. طيب. نعم. دكتور عمر عبد الكافي، يعني لنلتصق بالواقع أكثر وأكثر، هنالك من يعاني من الكروب والشدائد والمصائب والأهوال وينتظر الفرج، يقول إني منتظر الفرج. يعني البعض يتهمه بأنه سلبي في هذا التصرف، فهل انتظار الفرج نوع من السلبية؟ لو انتظار الفرج نوع من العبادة. نوع، ولكن عبادة مع عمل، يعني اتخاذ الأسباب. بمعنى هناك أمر أستاذ محمد يقتضي أن أعمل 10 أسباب، أقوم ب10 خطوات ليتم. نعم. مثلا اضرب مثال. نعم. هذه المنضدة تقتضي من النجار 10 خطوات.
أن يذهب ويشتري الخشب ثم يذهب إلى الماكينة لتقطع وهكذا إلى أن تصير من ضدها. هو لا يملك من هذه 10 إلا 5 حدود إمكانياته 5. لا يجلس ويقول انتظر الفرج لأن الله سوف ينشئ، لا، يفعل 5. عند الخطوة 5 التي صنعها وهي آخر ما عنده يرزق بال5 الباقية. سبحان الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل سبحانه وضع في الدنيا أسبابا، فأنت ما عليك، لأن يعني للأسف بعض من أطبائنا وأولادنا الأطباء للأسف بعضهم لم يتربى في مساجد ولا على يد علماء. يقول للمريض إيه؟ والله إحنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يا سلام، يعني أنت عملت 97% وسبت البسيطة على الله عز وجل. هذا سوء أدب مع الله. أولا هذه كلمة خطأ. ده إنسان خاض فيما لا يخض، لا يجب. سبحان الله. أمسك لسانه يا أخي. سبحان هذا إنسان المؤمن مسؤول بما يلفظ من قول. يعني إيه الباقي على الله؟ أنت تستسهل العملية على، يعني تعطي الخفيفة للقادر القوي الخالق، وأنت يا من لا تساوي في الجناح بعوضة ولا جناح، الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهذه كارثة. يقول والله إحنا عملنا اللي علينا. لا، ربنا يسر لنا هذا الأمر في الأول والآخر. الأمر لله من قبل ومن بعد. بس سبحان الله. لأن سيدنا موسى قلنا من قبل قال يا ربي أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. قال وماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضاء. الله أكبر. فمسألة أن الانتظار الفرج نوع من السلبية، لا، نوع من السلبية إذا ترك الأسباب. ولذلك قال ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قالوا من المضطر؟ الذي يعني استنفذ كل الأسباب التي في يده ثم دعا رب العباد بعد ذلك. هذا هو يجيبه عند إذن رب. يعني في بدر ولنا في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة. المهم وصل الأمر أن العير أو النفير، العير هربت فبقي النفير. الحرب. الحباب بن المنذر أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال الرأي والحرب. المهم نزل عند ماء بدر، طمس الآبار البقية وبقيت هذه البقية. ثم صف الجيش على طريقة لم يعهدها العرب من قبل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لأن العربي كان لا يعرف إلا الكر والفر. نعم. العمق، الجيش له عمق وكان يقول خميس بشرق الأرض والغرب زحف. نعم. ثم بعد أن قال من له عندي مظلمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إنسان احنا داخلين معركة قبل المعركة سبحان الله يضرب المثل وهو القائد، وهو ليس قائد عادي. هذا إنسان غفر له ما تقدم من ذنب، ما وطئت الأرض البسيطة منذ آدم إلى أن يرث الله أطهر من هذا الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام. يعني إذا وصفته صلى الله عليه وسلم قلت إنه الإنسانية مجسمة في إنسان صلى الله عليه وسلم، ما عرفه ما قدره حق قدره إلا ربه صلى الله عليه وسلم. من؟ فقال سواد بن عبد الله أنا يا رسول الله لقد ألمتني بسواكك. الرسول يسود صف بالسواك هكذا يريد صف كصف الصلاة. فاحتج الصحابة ماذا تريد يا سواد؟ قالوا أريد أن أقتص. سبحان الله عجبا. فقال هذا ظهري يا سواد. أين أذيتك؟ قال في ظهري. قال هذا ظهري. قال لا بين كتفيك. أزاح القميص فأكب سواد يقبل خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لن يعذب في النار يوم القيامة، وربما أرزق الشهادة فيكون آخر ما نظرت إليه هو الخاتم الذي وما كان لسواد بن عبد الله أن يقتص من خير خلق الله. يعني هكذا يقول سواد. ثم بعد أن صنع هذا ماذا صنع؟ هذه الأسباب صنعها كلها. اللهم إن تهلك هذا ثم وقف يدعو. نعم. فاحنا نفهم قضية الدعاء فهما خاطئا. نحن ندعو من غير أسباب ما ينفع. لا تثبت. دعاء الأعرج والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع. لا والمتردية يعني محمد. نحن ندعو بدون أخذ بالأسباب. ما ينفع سبحان الله. يعني سبحان الله. استغفارنا يحتاج إلى استغفار. نريد إيضاحا. الاستغفار الذي نصنعه نحن نقول قد تبنا. نعم. استغفارنا نفسه في ذاته ذنب، لأنني مستغفر من الذنب وأنا مقيم عليه. قال بعض العلماء المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. يعني واحد يقول إيه مش محجبة
انا في قلبي ايمان لو الدنيا هنانيكي يعني سبحان اصبري قولي انا مقصره ادعوا لي بالهدايه. لا انا عملت انا سويت تمن على الله 7 عمرات و5 حجات لا بلاش 7 عمرات اتحجي لانها الحجاب فرض خلصت المسألة. سبحان الله يعني سبحان الله العظيم يا اخي. ولد طالب ياخذ راتبا مصروفا من ابيه وتجد السيجاره في فمه ويقول والله اصل يعني سبحان الله انا اصلي اصوم لا يا سيدي لا داعي للصيام الاثنين والخميس. انتهى عما تسعى. انت مسرف ومبذر ومرتكب حرام ومضيع المال ابيك وراعي وغير مسؤول عن رعيتك. يعني في هذه المصائب كلها ويقول انا اصوم الاثنين والخميس. يا اخي هي المشكله انه لا يبقى ان فيه هذه المصائب اصلا. الله يرضى عنك. طيب كيف فضيلة الشيخ يعني يفهم كل واحد منا ما بداخله من مصائب؟ اولا الاسلام نشأ في جماعه. ما معنى جماعه؟ يعني المؤمن مرآة اخيه. يعني انت عندما تجلس معي يعني انا مرآتك. انت عندما تلبس هكذا تنظر في المرآة فترى نعم. ماذا ترى نفسك. نعم. طيب اذا جلست معك رأيت انت نفسك في وانا ارى نفسي فيك. ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. فالمؤمن مرآة أخيه. فعندما ترى نفسك ترى عيوبك فيه وأرى عيوبي فيه. فضيلة الشيخ مع ذلك أنا أود أن نسمع هذه الأشعار وهذه الحكم بهدوء حتى نستمتع به. حضرتك يعني ما شاء الله المعلومات تطرى على لسانك ويقيد الله قول الحق عليه يعني حنانيك. الله يرضى عنك. معذرة سامحني يعني هذا كلام علي رضي الله عنه. نعم. إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. يا الله هذا الصديق هذا هو الإنسان. نعم. يعني انظر إلى الشافعي يا أخي ما ناس زرعوا لنا خيرا. يقول كانوا يعيبوا عليه يقولوا أنت تكثر من زيارة أحمد وأحمد تلميذ. إيه يعني أحمد بن حنبل بالنسبة للشافعي في هذا الوقت كان نعم. أحمد تلميذ ما كان أحمد بن حنبل يعني كان تلميذ صغير. فكان الشافعي يزورك يقولون يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تغادر منزله إن زارني فبفضله أو زوره فلفضله فالفضل في الحالين له. الله هذا أستاذ عن تلميذ. هذا أستاذ يا الله وقت ما كان أحمد يعني هكذا. فنعود إلى القضية كيف أقيس أنا إذا تركت نفسي لنفسي فالشيطان يعني يكبر الأنا. صح. أنا تعلو سليم. ويعني 1.3 مليار مسلم للأسف إلا من رحم ربي طبعا الأنا عالية وقليل ما هم يعني أنا سبحان الله. فأولا لكي أعرف نحن عندنا مقياس كتاب والسنة. أعرض نفسي على الكتاب والسنة. كيف يعني أقرأ في كتاب الله ذم الله النفاق. طب ما صفاته؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. طيب هل أنا من المتكاسلين عن الصلاة؟ أقف مع نفسي. أيوة. أنا منافق. أسمع السنة من علامة المنافقين صلاة الفجر والعشاء في البيت. الله أنا لا أصلي إذن أنا وهكذا في صفة من صفات النفاق حتى أخلعها. صح. يعني إذن أنا عرضت نفسي على المال. ثم يا أخي إذا مرضت بعيني ذهبت إلى أكبر طبيب عيون لأن أخاف على صحتي. وإذا مرضت بقلبي أو بقدمي أو بأي شيء إذا أردت أن أبني بيتا أتيت بأكبر بيت خبرة هندسية وهكذا. طيب إذا مرض قلبي مرضا يعني مرض عضوي ولكن المرض الأساسي معنوي يجب أن أذهب إلى طبيب القلوب. طبيب القلوب أطباء القلوب اليوم هم علماؤنا الذين هم للأسف يعني يلاقون الأمرين من الصغير والكبير. لكن يجب أن نعرض أنفسنا. هذا هو خبير القلب يقول ليس عندنا كرسي اعتراف الحمد لله في الإسلام لكن العالم عنده مقياس يقيس به ليرى عنده مسطرة. هذه المسطرة القيم. فيعني هذه من ردا على مسألة كيف نقيس. طيب بارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي القاعدة في هذه الحياة حتى الآن هي تقريبا الظلم أو ما نراه يعني كما نراه. فأين يكون الفرج؟ الله عز وجل أحيانا يسوق إلي الشدائد والكروبات لتكون فرجا في ذاتها. كيف؟ يعني إنسان لو دامت عليه صحته نعم لا غضب الله عز وجل فيمرضه رب العباد عز وجل ليثمر هذا المرض ثمرات 3. نعم. الثمرات الأولى
أنه يصير ذليلا إلى الله عز وجل بعد أن كان يعني يعتز بقوته. نعم. ضعيف. وذلك الدعاء عند المريض مستجاب سبحان الله. لأنه يدعو بذلة. وقال العلماء ادعو دعاء مستجدي كما قلنا لا دعاء مشير، يعني ادعو دعاء من يتسول بذلة يعني. سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني أفرح بالمرض لأنني سوف تغسل مني ذنوبي كلها وأبدل لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي، وهذا وعد الله عز وجل في الحديث القدسي. قال سبحانه وتعالى ما من عبد ابتليته في جسده إلا فإن عافيته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأخرجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن مات، إن كان المرض من الأمراض الخطيرة اللي هو المرض العضال فهو شهيد، درجة من درجات الشهادة. شهيد. المبطون شهيد، اللي عنده مرض الاستسقاء، مرض أعزكم الله السرطان، مرض فشل كلوي، هذه كلها درجات شهادة. يعني الله يختار، وهي الدنيا أنا خارج منها. فطعم الموت في شيء عظيم حقير كطعم الموت في شيء عظيم. يعني أموت وأنا صحيح، لا أموت وأنا مريض ونذير إلى الله أفضل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أعلم أن الله راض عني عندما ابتلاني، لأن لو لم يبتليني ما هو غير راضي عني. إذا ابتلاني بالكرب والمرض فهذا دليل رضا. طيب نيجي لموضوع الظلم. نرى الظلم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. مثلا امرأة تقول 30 سنة أو 40 سنة مع هذا الرجل وأنا لم أرى منه خيرا قط مثلا، وتكون صادقة. نعم. على الأقل من وجهة نظرها. من يعوضها؟ أنت تقول يا أخي أنا ما رأيت هذه المرأة ابتسمت قط، لأن الظروف المحيطة بها يعني أهلها وقد استغنوا عنها. إذا جاءت تقول أنا أريد الطلاق، لا طلاق عندنا في العائلة، هكذا يقولون يعني، مع أن في القرآن سورة الطلاق يعني سبحان الله العظيم. يعني لكن هو العائلة عندهم يعني الله عنده سورة، لكن هو ما عنده سورة. أمر في منتهى الغرابة يعني في هذه السنة، وكأن الناس ما فتحوا المصحف ليقرأوا فيه يعني هم لا سبحان الله يعني أنزلت سورة الطلاق لتحدد الحدود والمعايير يعني. المرأة جاءت لرسول الله تشكو من زوجها لا أعيب عليه في خلق ولدي، وطلقها في الحال لا ليست يعني عبارة عن المهم يعني. فتقول هذا هو الكرب، هذا هو الظلم، فأين تعوض؟ ربما هذه المرأة لم تصنع من الخير في حياتها الذي يدخلها الجنة، ولكن الله عز وجل بسابق علمه أوجد لها مكانا في الجنة لن تدخله إلا بظلم هذا الرجل. لا سبحان الله. طبعا يعني الله عز وجل يبتليني بمن يعني سبحان الله. معذرة أيوة نتوقف هنا عند المرأة هذه التي لا تدخل الجنة إلا بظلم زوجها لها. أيوة. اللي نواصل بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.